النجوم اللي ترشحوا لأعمال مهمة وراحت لغيرهم. خبر انتشر في مجلة قديمة بيقول إن الفنانة سعاد حسني والفنان أحمد زكي هيبدأوا تصوير فيلم الراقصة والسياسي، وإن الفيلم بتدور أحداثه في فترة الأربعينيات أيام حكم الملك فاروق. والغريب إنه انتشر مع الخبر صورة لسعاد حسني في مشهد من الفيلم اللي شفناه بعد كده ببطلين مختلفين خالص، نبيل عبيد وصلاح قابيل. وده بيفتح لنا ملف النجوم اللي ترشحوا لأعمال مهمة وراحت لغيرهم، يعني تكون في بقك وتقسم لغيرك. في سنة 1990 اتعرض فيلم الراقصة والسياسي من بطولة نبيل عبيد وصلاح قابيل من غير ما نعرف ليه اتلغى الفيلم وقت ما كانت هتعمله سعاد حسني وأحمد زكي. وواضح من صورة سعاد إنها بدأت بالفعل في التصوير باستوديو جلال زي ما قال الخبر. عموما نجحت نبيل عبيد نجاح كبير في الفيلم، وما نعرف هل كان هيبقى أحلى مع سعاد حسني ولا لأ. دي بقى انتوا اللي تحكموا فيها وقولوا لنا في التعليقات. وخليني اقول لكم ان في فنان تاني حصل معاه نفس الموقف اكتر من مرة، وهو الفنان رشدي أباظة اللي كان مرشح لفيلم مراتي مدير عام قدام شادية، ومضى على العقد بالفعل وعمل بروفات مع المخرج وكمان خد عربون 2000 جنيه. لكن فجأة تم استبعاده. بس استبعاد رشدي أباظة جه لما اتجوز صلاح ذو الفقار من شادية، وحب المنتج بقى استثمار الجوازة دي بالترويج للفيلم. ولما عرف رشدي أباظة راح للاستوديو ومعاه باقة ورد كده والعربون، وكتب ورقة بيتمنى فيها التوفيق لصلاح ذو الفقار، رغم ان الكل توقع رد فعل غير كده. وكمان كان في فيلم تاني راح من رشدي أباظة وهو الناصر صلاح الدين، لما رشحوا المخرج عز الدين ذو الفقار لبطولة الفيلم، لكن المخرج دخل في أزمة صحية ورحل، فراح الفيلم للمخرج يوسف شاهين اللي قرر استبعاد رشدي أباظة وإسناد البطولة للفنان أحمد مظهر. ومن أهم الأفلام اللي فقدها رشدي أباظة برضو الفيلم العالمي لورنس العرب اللي كان هو المرشح الأول ليه، لكن بسبب معلومة غلط وصلت من رشدي أباظة رفض مقابلة المخرج، فراح الدور لعمر الشريف واللي فتح له أبواب العالمية. قولوا لنا بقى في التعليقات إيه اللي كان في بقك واتقسم لغيرك.